هذا السؤال نطرحه لكي يعني يسجل وينتشر كما انتشر ضده. فضيلة الشيخ، ظهرت شائعة حامل لوائها بعض أصحاب القلوب المريضة يزعمون فيها كذبا أنك طعنت في الشيخ ربيع في درس من دروسك، ولا نظن أنهم يقصدون بذلك إلا ضرب العلماء بعضهم ببعض، فما قولكم في هذا وما توجيهكم لهؤلاء؟ ونحن نريد أن يؤخذ الشريط وينتشر تبيانا لباطلهم. الشيخ ربيع يعني من المشتغلين بالعلم في هذا الزمان، وله جهود جيدة وجهود عظيمة يعني في الاشتغال بالسنة وكذلك التأليف. له تأليف جيدة وعظيمة ومفيدة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياه لكل خير، وأن يوفق الجميع لما تحمد عاقبته. وأنا لا أطعن فيه ولا أحذر منه، وأقول أنه من العلماء المتمكنين، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق. أحسن الله إليك. يذكر الله عبد الرحمن أنه له كتاب في الطعن في شيخ الإسلام محمد بن الوهاب. نعم، له كتاب خاص بهذا في الطعن بالشيخ محمد، وتكلم فيه كلاما قبيحا سيئا، وهذا ليس بالمستغرب ما دام الصحابة ما سلموا منه وهم خير هذه الأمة، وكذلك من بعدهم لم يسلم منه، فمن باب أولى أن لا يسلم الشيخ محمد بن الوهاب، لأن ما دام أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عنده يولادون عن الحوض ولا ينجو منهم إلا مثل همل النعم، والبقية ويمر بهم إلى النار، يولادون عن الحوض ويمر بهم إلى النار ولا يعني ينجو منهم إلا مثل همل النعم. فالذي يقول في الصحابة مثل هذه المقالات القبيحة التي لا يقولها اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى، لا يقولها اليهود والنصارى في أصحاب موسى وعيسى، فمن باب أولى ومن السهل أن يتكلم في الشيخ محمد بن الوهاب كما تكلم من قبله بالشيخ ابن تيمية وابن القيم، وكذلك في ابن كثير وفي الذهبي وفي أهل السنة من زمن الصحابة إلى عصرنا هذا، يعني أنه تكلم في الشيخ محمد ومن كان على طريقة الشيخ محمد من العلماء حتى العصر الحاضر، فهو في منتهى السوء. وقد رد عليه الشيخ ربيع في كتاب، يعني في كتابه عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، رد عليه قريبا في كتاب، وهو كتاب مفيد. طبع خلاص؟ لا ما طبع. سماه كيف؟ سماها دحر افتراءات أهل الزيغ والارتياب عن دعوة الشيخ محمد بن الوهاب أباطيل حسن المالكي. الحمد لله الذي جعل في كل زمان من أهل السنة من يدحض أهل البدع. الحمد لله.